اقطع الكيكايه بتاعتي بالاحجام اللي انا عايزاها اهي. اهي 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 كده. انا هقطعها قطع كده. وهدخلها التلاجة تجمد خالص قبل ما اطلع منها اهي. هبدأ ارصه بقى في طبق التقديم بتاعي اهو. اهو كده اهو. شايفين الطبقات بتاعته عاملة ازاي، وهو ناعم وجميل جدا اهو. شايفين اهو. شايفين. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، صفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ وحلويات عسلية. صباح الخير عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده عايزه اعمل معاكم الترند اللي طالع جديد، او كيكه الويفر اللي هي زي بسكوت الويفر. انا عايزه ابدا معاكم. عندي اول حاجه كوبايه زيت. الكوبايه اللي هشتغل بيها كل المقادير. عندي نص كيلو دي انا نخلاه، ورقه بيكنج باودر، وفانيليا، وثلاث بيضات، وكوبايه زيت. انا حطيت السكر. هبدا انزل بالبيض بتاعي. البيض بتاعي طازه فانا هنزل بيه على طول. لو مش طازه انت بتكسري بيضايه في طبق عشان ايه تتاكدي ان البيض ايه سليم. وبعدين البيض ده بحراره المطبخ. هبدا اضرب البيض كويس جدا قبل ما اضيف الزيت. هبدا اضرب لغايه لما البيض السكر يدوب. انا مش حتى لو ما دابش كله مش مشكله، بس انا هضرب كويس جدا الاول. احاول ادوب السكر على قد ما اقدر، وبعد كده انزل بالزيت. الزيت كوبايه الا شويه، الا ربع، نقول كوبايه الا ربع. هننزل بيها سرسوب واحنا بنشتغل. هنزل بيها كده اهو. اهو كوبايه الا ربع. هبدا انزل كده وانا بضرب شويه شويه، واضرب لغايه لما انزل بكوبايه الزيت كلها. وهبدا اضرب كله كويس جدا لغايه لما يمتزج اهو. اللون هيبدا يفتح زي ما انتم شايفين معايا اهو. اهو البيض هيبدا بقى يفتح شويه شويه والسكر يدوب اهو. هبدا انزل بالفانيليا، حوالي معلقه فانيليا. انا عندي فانيليا سايله فهنزل حوالي معلقه صغيره طبعا. هقلب انا هبدا انزل بالدقيق بتاعي اهو. مش هنزل بالنص كيلو كله او الاربع كوبايات، هخلي شويه وهبدا انزل بيه بالتدريج.
هحط ورقه البيكنج باودر كمان عليهم اهي. انا مستخدمه كيك شيف الورقه كامله، وهستخدم شويه ملح صغيرين، الملح يعادل الطعم. وهبدا اعجن كده اهو. مش هستخدم ايدي الاول عشان العجين ما يبقاش ملزق فيها قوي. هعجن بالسباتيولا بتاعتي كده اهي. اهو العجينه زي ما انتم شايفين كده هي ملزقه لسه. هنزل بقى ببقيه المقدار الدقيق اهو. وهستخدم ايدي في احنا عارفين البسكوتات والحاجات دي ما بتتعجنش، يا دوب بتتلم بس. هبدا بقى استخدم ايدي كده اجمع بس العجينه اهي. العجينه جميله جدا اهي. العجينه بتاعتي لسه ملزقه، انا هقسمها نصين الاول اهو. وهبدا انزل على النص الاولاني اللي في البوله ده معلقه صغيره دقيق اهي. وهبدا الم العجينه لغايه لما يديني عجينه متماسكه اعرف افردها وانا بشتغل. العجينه كده خلاص اهي اتلمت معايا، شايفين طريه وجميله ازاي، بس ما بتلزقش. اللي بتلزق ايدي دي لان انا كنت بستخدم ايدي دي فيها العجين. وهبدا اخد نص العجين التاني ده وانزل عليه بمعلقه كاكاو. انا هستخدم كاكاو اسباني بس هنخله عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. استخدم حوالي معلقه ونص كبار اهو. وكده ابقى ايه نخلت الكاكاو عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهبدا اجمع العجينه اهي. طبعا العجينه لو كانت ناشفه كنت هحط مع الكاكاو ده معلقه زيت او سمنه، لكن هي العجينه كانت كده كده طريه بتلزق، فانا عايزاها تكون ايه متماسكه شويه عشان اعرف افردها بالنشابه اهي. العجينه اهي اتجمعت شايفين برضو اهي. هبدأ بقى افرد العجينة. انا بفرد العجينة انا عايزاها مستطيلة فبحاول اسويها. انا اسهل حاجة ليا ان انا هفردها على كيس بلاستيك، كيس تلاجة فاتحاه وهشتغل عليه اهو. هحاول على قد ما اقدر اساوي وبعدين احط الكيس التاني عليه واشتغل وابدأ افرد. ده هيبقى اسهل لي. انا عايزة عجينة تبقى متساوية اهي. وهبدأ ادير كده اهي. اهي انا مش عايزاها رفيعه قوي لاني لسه هطبقها وافردها كذا مره، فهي هتبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. وهبدأ اعمل نفس الطريقة مع العجينة البني
هبدأ افرد العجينة برضو زي التانية كده اهي، ابسطنها. انا عايزاها برضو مربعة زي التانية. هبدأ اغطيها بالكيس بلاستيك كده. فردت الكيس، هبدأ افردها كده اهي. انا عايزاها بنفس الحجم التاني بالتقريب كده، اساوي. اهي وهبدأ احط الاتنين على بعض اهي. هبدأ اساوي الاتنين فوق بعض كده كويس اهي. لو حتة ناقصة شوية مش مشكلة، هبدأ اخد لها جزء من العجين ده كده كده واضغط عليها بايدي، وهبدأ برضو اساوي على قد ما اقدر. ايوه هبدأ اساوي كده كده، وهفرد كيس وهبدأ برضو افردها. هشيل بس الكيس ده الاول اهي. انتي لو عايزاها تبقى ارتفاعها مش عالي هتفرديها اكتر من مرة. انا اوسع من كده. انا هبدأ بقى اطبق كده اهي. هبدأ اطبقها كده ادي كده تطبيقة، وهتني التطبيقة التانية كده اهي. وهبدأ اوسطنها عشان اعرف افردها اهي. هبدأ اغطي بقى كده وهفرد اهي. اهي كده انا فردت مرتين، وهفرد المرة التالتة. هشيل الكيس وهطبق كده اهي. وهحاول افرد على قد الصينية اللي انا هخبز فيها اهي. هفرد بقى المرة الاخيرة دي كده اهي. هحاول اخليها على قد الصينية اللي انا هسوي فيها. هو كده كويس. هبدأ اسوي كده وهبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. انا هبدأ انقلها في الصينية اللي هخبز فيها اهي كده، وهظبطها. انا الصينية بتاعتي دهنتها شوية معلقتين 3 زيت كده خفاف اهي. وهبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. انا كده خلاص طلعت الكيكة بتاعتي. هبدأ بقى اصب عليها الجناش الشوكولاتة. انا بصب وهي سخنة عشان تتفرد معايا اسهل كده. ده 200 جرام شوكولاتة، حاطه معلقة كبيرة زبدة، حاطه ربع كوباية لبن. هبدأ انزل بقى بكله عشان اغطي الشوكولاته الكيكايه بتاعتي كلها بالشوكولاته. هبدأ اوزعها كده بشويش اهي
وهي سخنة الشوكولاتة هتتوزع بسهولة اهي. هغطيها كلها اهي. هخبطها بس خبطتين كده عشان يتساوى كده. هبدأ بقى انزل بخط كده بالطول هنزله كده كله اهي اهي. هبدأ بقى اعملها كده زجزاج رايح كده كده اهي. هبدأ ارجع اهي. هتبقى تبرد وبعدين اقطعها.